بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم في الجزء ده من كورس التسويق الالكتروني، واللي هنتكلم فيه عن تويتر. وتويتر من المنصات اللي الكلام عليها قليل قوي، خاصة في الجزء بتاع الاعلانات يعني. فمش بس بيكون على قد التوتوريالز المجانية، برضه دي مش موجودة بكثرة، لا كمان الكورسات حتى مش موجودة كتير قوي، وناس كتير قوي ما بتهتمش بإعلانات تويتر ويعني والبناء براند عليه. برغم ان تويتر يعني منصة اساسية في شغلنا، يعني مثلا ممكن يكون مثلا في مصر ما بنشتغلش بيه كتير قوي، لكنه منصة اساسية. لكن هنا مثلا في السعودية بنشتغل بتويتر، ده اساسي، خاصة في الجزء بتاع الاي كوميرس بقى، والتسويق بالعمولة بقى، الافلييت ماركتنج والدروب شيبينج وكل الكلام ده. فتويتر منصة اساسية، ويعني برضه حتى في مصر بيشتغلوا بيه دلوقتي احيانا يعني. بس هو الخليج، لو بنتكلم عن المنطقة العربية يعني، فهو اكتر مكان بنشتغل عليه تويتر، او على الكامبينز بتاعت تويتر عليه يعني. فتويتر منصة أساسية، وحتى لو أنت البراند بتاعك مش مهتم إنك تسوق بيه على تويتر، بس لازم يكون برضو عندك خلفية وفاهم إعلانات تويتر، وإزاي إنك أصلا تقدر تعمل كامبين وتكريتها من الأول على تويتر. وتويتر مش صعب يعني، تويتر مش بنفس صعوبة مثلا ميتا بقى، سواء فيسبوك أو انستجرام أو جوجل أدز. لا، هو تويتر يمكن يكون أبسطهم خالص، بس هو مهم، ولازم برضو يكون عندك علم بيه، ويكون عندك خلفية عنه يعني. لكن بشكل عام، لو انت مذاكر فيسبوك كويس، او مذاكر ميتا كويس، ولو مذاكر جوجل ادز كويس، فتويتر بالنسبه لك يعني ممكن ما ياخدش في ايدك نص ساعه وتكون بيرفكتو قوي في تويتر يعني. لكن لو بادئ تويتر، يعني انت جاي عايز الكورس بتاع تويتر لغرض معين في دماغك، ما عندكش فكره عن التسويق، فبرضه ده هيكون مناسب جدا ليك، لان هو اصلا تويتر منصه سهله انك تتعلمها. وده يمكن عشان يكون الشغل بتاعنا عليها بيكون قليل شويه، لكنه موجود يعني. الشغل اكيد اقل من فيسبوك ومن انستجرام ومن حتى جوجل ادز، بس موجود، والشغل بتاع تويتر موجود. وطبعا ده بيكون على حسب انت بتشتغل لنفسك بس، ولا انت ميديا باير، فبتشتغل على حسب العميل عاوز ايه. فباي شكل من الاشكال لازم انك تكون بتتعلم تويتر، علشان تويتر اولا منصة سهلة، وثانيا الشغل فيها مش كتير قوي. فلو انت اتقنت تويتر، ففرصتك كميديا باير او انك تجو فايرال عليه بتكون اكبر من ناس كتير قوي، عشان في ناس كتير بتهمل تويتر ومش مش بتدوس فيه جامد يعني، زي فيسبوك وجوجل ادز. هنبدا اول حاجه نشوف انت ازاي اصلا تكريت يعني اكونت اعلانات على تويتر. نخش على تويتر كده ونقول له هات لي تويتر كده، ونبدا ان احنا نشوف ازاي هنكريت اكونت. انا كل اللي انا اعمله هاجي هنا عند مور دي، وابدا ان انا اجيب بروفيشنال تولز، واختار منها تويتر ادز. واول لما اعمل ادوس عليها، فهو على طول بشكل تلقائي بيكريت لي اكونت على تويتر، او اكونت اعلانات على تويتر. طبعا الواجهه دي هي الكامبين اوبجيكتيف، او الهدف من الحمله، لكن مش دي اللي بتظهر لك في الاول لما بتكون لسه مكاريت الاكونت جديد. ده اللي بيبدا يظهر معاك في الاول هو الجزء السيمبل ده، والجزء ده بيكون اسهل كتير من الجزء ده بتوصل له بعد فتره ما، لما بتبدا انك تعمل اعلانات وتوثق الجزء ده بتاعك من الاعلانات. فبيبدا ان هو يوديك للحته دي. لكن في البدايه خالص لما بتيجي تكريت اكونت من الصفر، فهي دي الواجهه بتاعتك اللي هتبدا بيها، واحنا كده كده هنشرح الاتنين زي ما احنا عارفين. فخلينا اول حاجه نتكلم عن الكامبين اوبجيكتيف، او اهداف الحملات الاعلانيه على تويتر. يعني ايه انواع الاهداف الحملات الاعلانيه على تويتر؟ واللي زي ما قلت لك، انت لو مذاكر فيسبوك او ميتا ومذاكر جوجل ادز، الكلام ده كله اصلا انت يعني من نظره كده هتبقى لقطه وفاهم كل الاهداف دي بتودي على ايه، او الغرض منها ايه. فاول جزء معانا طبعا خاص بالاويرنس، وهو الريتش طبعا هو اللي على جوجل اد، هو اللي على انستجرام، هو اللي على فيسبوك. الاعلان اللي بيكون غرضه الريتش او الوصول. يعني احنا مش عايزين تفاعل، احنا مش عاوزين فيوز مثلا، احنا مش عاوزين كونفرجن، مش عايزين ترافيك للموقع بتاعنا او لقناه اليوتيوب بتاعتنا، مش عاوزين اي حاجه. احنا عاوزين نعمل زي توعيه بالبراند بتاعنا، عايزين نوصل الاعلان بتاعنا للناس تشوفه. يعني احنا في اعلانات الريتش دايما بيكون هدفنا هو ان الاعلان ده يوصل لاكبر عدد من الناس، مش يوصل لناس تتخذ اجراء معين بقى، سواء مثلا كليك بقى مثلا معينه، او كول تو اكشن. مش عايزين الناس تتفاعل برياكت بقى، او خلينا نقول براف على تويتر بما اننا على تويتر، ولا ريتويت. مش عاوزين الناس ان هي تجو فايرل، او تجو في حته تانية، لينك تاني بقى، سواء موقع خارجي او قناه على يوتيوب.
لا، الاعلان الريتش هدفه واضح جدا زي كل المنصات التانية، هدفه الوصول. انا بوعي الناس، بعرف الناس بالبراند بتاعي بس مش اكتر. او انا بعمل اعلان هدفه ان الناس تشوف الاعلان، مش هدفه ابعد من كده. لا هو اعلان بيع ولا اعلان ترافيك ولا اعلان كونفرجن ولا اعلان رسائل ولا زي على الفيسبوك وعلى جوجل والكلام ده كله، مفيش كل الكلام ده. الاعلان ده هدفه التوعية زي كتير من المنصات، وده برضه على فكرة يمكن يكون اكتر جزء احنا بنشتغل عليه. ريتش مع طبعا الكونفرجن، وهنتكلم عليهم كلهم، بس هو اعلان الريتش ده يعني من اكتر الاجزاء اللي بنشتغل عليها في تويتر في الجزء بتاع الاويرنس يعني او التوعيه. فهو ده ببساطه اعلان الريتش. بعد كده عندي نوع اللي هو الفيديو فيوز، وده باين من اسمه قوي، يعني ده كامبين بيكون هدفها ان انا ازود الفيوز بتاعت الفيديو بتاعي على تويتر. طبعا تويتر منصة عرض فيديوهات زيها زي فيسبوك، زي انستجرام، زي مثلا زي منصات كتير فيها جزء عرض الفيديو، لكن مش منصه اساسيه للفيديوهات. يعني لما نيجي نقول منصه فيديوهات ممكن نقول يوتيوب، ممكن نقول تيك توك. لكن فيسبوك، تويتر، انستجرام هم منصه جزء منها خاص بالفيديوهات. فطبعا لازم يكون عندي حاجه او كامبين اسمها فيديو فيوز. الكامبين دي هدفها ان انا ازود الفيوز بتاعت الفيديو بتاعي اللي برفعه على الاكونت بتاعي بقى، سواء شخصي او بيرسونال يعني او براند بتاعي. ففي وقت من الاوقات بضطر ان انا ارفع فيديوهات، فعايز الفيديوهات دي تتشاف. لما اكون عايز الفيديوهات تتشاف اعمل ايه؟ بروح ان انا اعمل كامبين هدفها الفيديو فيوز، ودي بيكون زي ما احنا عارفين هدفها الاساسي ان هي تزود عدد المشاهدات بتاعه الفيديو بتاعك. طيب عندي نوع تاني اسمه البي رول فيوز. طيب يفرق ايه البي رول فيوز عن الفيديو فيوز؟ عشان في ناس كتير بتيجي تكريت كامبين بي رول على اساس ان الفيديو فيوز والعكس. الفيديو فيوز احنا قلنا ان هو اعلان هدفه ان انا ازود الفيوز بتاعه الفيديو بتاعي. اما البي رول فيوز هو ان انا بعرض الفيديو بتاعي امتى؟ في بداية فيديو تاني، يعني ده خاص بالاعلان. يعني لو انا رافع فيديو بعمل اعلان لبراند، اعلان يعني اللي هو فيديو مدته مثلا لا تتخطى 15 20 ثانية، فباجي اعمل اعلان او كامبين هدفها البي رول. لكن لو انا رافع فيديو دقيقة 2 10 عايز فيوز على الفيديو ده بعينه، فبعمل فيديو فيوز. يعني البي رول هو بيعرض لي الفيديو بتاعي في بدايه فيديو تاني، يعني واحد منزل فيديو عادي عنده على الاكونت، فهو لما اعمل حمله بي رول هيحط لي الفيديو بتاعي في بدايه عرض الفيديو اللي الشخص ده منزله. فدي تختلف كليا عن البي رول عن الفيديوز، لان الفيديو فيوز انا بستخدمها عشان ازود الفيوز بتاعت الفيديو بتاعي ايا كان هو ايه. اما البي رول فيوز فانا بستخدمها علشان احط الاعلان بتاعي في بدايه الفيديوهات بتاعت الناس التانية. الناس التانية عندها مثلا ريتش معين، فالناس بتخش تتفرج على فيديوهاتهم، ففي بدايه الفيديوهات دي بيجي لي الاعلان بتاعي. دي نفس فكره الاعلانات اللي بنشوفها على يوتيوب، اللي هو اعلان الخمس ثواني وبعدين بتلاقي تحت هنا كلمه سكيب اد او تخطي الاعلان. هي دي نفس فكرته. فالبي رول هو ده. نفس الكلام في فيسبوك برضو، بتتفرج على فيديو بيكون فيه اول 15 ثانيه منه اعلان، هو ده نفسه. فالبي رول هو ده فكرته. ده بيكون خاص اكتر باعلانات الفيديو بتاعتنا. اما الفيديو فيوز فانا بكارت الكامبين دي علشان ان انا اقدر ازود المشاهدات بتاعه الفيديو بتاعي. طيب لما تيجي تبص على بعد كده هتلاقي حاجه شفناها في جوجل ادز، شفناها في ميتا، في فيسبوك، هي الاب انستولز. الاب انستولز يعني ايه؟ يعني انا عامل ابلكيشن على اب ستور مثلا او جوجل بلاي ستور او واوي جاليري او ايا كان هو ايه، وعايز ان انا اروج للابلكيشن ده. اروج له ازاي؟ عايز الناس تعمل انستول، عايز الناس تثبت الابلكيشن بتاعي. فباجي اعمل كامبين هدفها الاب انستول. الاب انستول يعني ايه؟ يعني انا بعمل كامبين هدفها رعايه الابلكيشن بتاعي، او اعمل سبونسر للابلكيشن بتاعي، التطبيق بتاعي بقى ايا كان مكانه فين، وابدا ان انا اعمل كامبين عشان الناس تبدا ان هي تنزل الاب بتاعي او الابلكيشن بتاعي. فدي فكره الاب انستليشن. ودي يعني انا بالنسبه لي عمري ما اشتغلتها على تويتر خالص. يعني حتى انا جربتها مره واحده على فيسبوك، لكن انا عمري ما اشتغلتها على تويتر بالمره خالص. لكن هي نفس الهدف بتاعها. يعني على جوجل ادز برضو في اب انستليشن، على فيسبوك برضو في اب انستليشن، وكل الحملات دي هدفها واحد بس. فالفكره هنا بيكون مصدر الزيارات. انا ممكن اعمل سبونسر او اعلان ممول لحمله هدفها الاب انستليشن للابلكيشن بتاعي. فلو عملتها على فيسبوك، عملتها على جوجل، عملتها على تويتر، هي الحمله واحده. الفكره في مصادر الزيارات. هنا الزيارات هتجيلي مره من تويتر، هنا هتجيلي مره من جوجل او من يوتيوب، هنا هتجيلي مره من فيسبوك او انستجرام وهكذا. لكن هو الكامبين هي نفس الهدف بتاعها.
بعد كده عندنا الويب ترافيك، والويب ترافيك دي من برضو الحاجات اللي احنا شفناها على جوجل وشفناها على فيسبوك. ولذلك انا بقول لك لو انت مذاكر ميتا او فيسبوك ومذاكر جوجل ادز، الكلام ده كله بالنسبه لك هيبقى سهل جدا. علشان كده لو انت بتبدا تتعلم اعلانات تويتر ممكن تاخد وقت معاك، لكن لو انت متعلم اوريدي اعلانات فيسبوك وجوجل ادز فبالتالي هتفايرل وتنتشر بسرعه انت في حته تويتر، ومش مش هتاخد وقت كتير انك تتعلمها. فالويب سايت ترافيك عشان برضه عندنا الكونفرجن فعايزين نفرق بين الاثنين، فخلينا الاول ناخدها واحده واحده. الويب سايت ترافيك ده معناها ان انا بجيب زيارات للموقع بتاعي، انا بجيب زيارات للموقع بتاعي، عايز الناس يخشوا يزوروا موقعي. طب ده يفرق عن الكونفرجن؟ هنعرف لما نوصل للكونفرجن. لكن الويب سايت ترافيك هي سهله قوي. انا عايز اخلي الناس تروح الموقع بتاعي. انا عندي موقع مثلا عليه كورسات، مثلا انا عندي اونلاين ستور مثلا زي جوميا زي امازون، انا عندي مثلا موقع شخصي، انا راجل مثلا جرافيك ديزاينر او سوشيال ميديا سبيشالست مثلا، فعامل البورتفوليو بتاعي على الموقع بتاعي، مش عامله بقى على بيهانس ولا هاب سبوت ولا ايا كان، فانا عامله على زي ما احنا قلنا الموقع بتاعي. فعاوز اعمل حمله على تويتر اقول للناس خشوا شوفوا البورتفوليو على الموقع بتاعي وهكذا. فهو الويب سايت ترافيك دي بيكون هدفها ان هو يجيب زيارات من تويتر، بياخد ناس من تويتر يوديهم للموقع بتاعك او الويب سايت بتاعك، هو ده الويب سايت ترافيك. بعد كده بيكون عندي الانجيجمنتس، والانجيجمنتس دي حمله هدفها بيكون التفاعل. حمله بيكون هدفها التفاعل. يعني ايه؟ في ناس كتير قوي يعني ما بتعرفش تفرق ما بين الانجيجمنت والريتش، او التفاعل او الوصول، وده موجوده برضه على فيسبوك هما الاثنين. الفرق ايه بين الانجيجمنت والريتش؟ الريتش او الوصول هدفه ان اوصل الاعلان الشخص يشوفه، يعني هو لو عدى عليه وعمل سكرول وعداه خلاص كده شكرا، هو كده عمل الكامبين او الكامبين اوبجكت بتاعه، ان هو ورى لك الاعلان، وصل لك الاعلان. لكن التفاعل هدفها بما اننا على تويتر ان الشخص ده يعمل ريبلاي، ان الشخص ده يعمل لاف، ان الشخص ده يعمل ريتويت او يعمل كوت ريتويت وهكذا. فالانجيجمنت حمله هدفها التفاعل مش الوصول. فدايما بتلاقي ان مثلا لو انت هتصرف $50 على ريتش و$50 على التفاعل، بتلاقي ان دايما ال$50 بتاعه الريتش نتائجها بتكون اكبر. ليه؟ لان انا بعمل حمله هدفها ان الناس تشوف التويته بتاعتي وخلاص، الناس توصل لها وخلاص. لكن الانجيجمنت هدفها ان انا اخلي الناس تتفاعل مع التويته بتاعتي بالريتويتس بقى، او بالكوتد، او باللاف، او بالريبليز، او حتى الشير لمنصات تانية وكل الكلام ده. فالانجيجمنت هدفها التفاعل، هدفها ان الناس تعمل لاف، هدفها ان الناس تعمل ريتويت، على عكس الريتش اللي بيكون هدفها ان الاعلان بتاعي يوصل وخلاص، وان الناس تشوفه وخلاص. فانا الاول لازم افهم نوع العميل بتاعي، او عايز افهم الاعلان بتاعي انا عايز اعمله ليه. فدايما ابدا اسال نفسي وانا داخل اعمل الاعلان بتاعي، انا الاعلان بتاعي عايزه ليه؟ عايز ازود الفيوز بتاعت الفيديوهات بتاعتي، ولا انا عامل اعلان للبراند انا ببيعه في مدته 15 20 ثانيه فاعمل بيه رول، ولا انا عندي ابلكيشن، ولا انا عندي موقع بتاعي او موقع كورسات بتاعي او موقع منتجات مثلا، ولا انا عايز الناس تعرف البراند بتاعي وخلاص فهختار ريتش، ولا انا عايز انا عامل مسابقه مثلا وبقول في المسابقه دي مثلا للاشتراك في المسابقه اعمل لاف واعمل ريبلاي برقم مثلا وهكذا. فانا كده عايز اعمل كامبين هدفها التفاعل مش الريتش. فكل الكلام ده انا لازم اسال نفسي الاول قبل ما اخش اعمل الكامبين بتاعتي، انا عاوز ايه. لو انا جاوبت انا عاوز ايه هعرف اختار الكامبين اوبجكت بتاعتي. بعد كده عندي الفولورز، ودي طبعا باين من اسمها قوي، دي حمله بيكون هدفها ان انا ازود الفولورز بتوعي، زي الحمله اللي بنعملها علشان نزود اللايكات والفولورز على فيسبوك برضو نفس الكلام ده. فالحمله دي غرضها ان هي بتجمع لك اودينس يعملوا لك فولو. وطبعا كل ده بيجي على اساس ايه؟ على اساس الاهتمامات والحاجات اللي احنا هنشوفها قدام واحنا بنكريت الكامبين. لكن هي دي الهدف، بيكون الهدف الرئيسي بتاع الحمله زي ما احنا شايفين، وهي زياده الفولورز بتاعتها. ودي تختلف عن الانجيجمنتس اللي هي التفاعل، وتختلف عن الريتش اللي هي الوصول. بعد كده عندي 3 انواع تاني في الكونفرجن، بستخدم منهم 2 على الارجح، هما الاب ري انجيجمنتس والكونفرجنز. طيب لما تيجي تبص على دي هتلاقي ان احنا عندنا اصلا اوريدي حمله اسمها اب انستولز. امال ايه الاب ري دي؟ يعني ايه الري اللي قبلها دي؟ الري دي باين من اسمها ان انا بعمل ريتارجتنج للناس. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني لو انا عملت حمله هدفها تثبيت التطبيق، او انا عندي برنامج حاطه في جوجل بلاي فعملت حمله هدفها ان الناس تثبت التطبيق او تنزل التطبيق، فانا بختار الاب انستول. لكن لو انا عايز اعمل حمله اتارجت بيها الناس اللي جوه الابلكيشن مش ناس جداد، بعمل الاب انجيجمنتس.
يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني لو انا دلوقتي عندي برنامج معين مثلا، برنامج مثلا بشحن من خلاله الالعاب مثلا الاونلاين، بابجي مثلا او فري فاير او دريم ليج او الكلام ده كله. فانا لو عاوز اقول ان المشتركين في البرنامج لو شحنتوا دلوقتي مثلا ب 150 دولار هتاخدوا 50 دولار هديه. فانا كده بتارجت مين؟ انا كده بتارجت الناس اللي جوه الابلكيشن اللي مثبتينه ذات نفسهم. لكن لو انا عندي ابلكيشن عايز الناس تنزله، اعمل حمله هدفها ايه؟ هدفها الاب ستورز. لكن لو انا دلوقتي عايز اتارجت الناس اللي جوه، عايز اعمل حاجه خاصه بالناس اللي جوه، انا عامل مثلا عايز اعمل حمله اقول ان كل شخص مر على ان هو عمل مثلا 5 عمليات شحن في الابلكيشن بتاعي فهياخد بونص قد كده، او هيدخل سحب على عربيه او ايا كان، انا بفترض يعني. فوقتها اعمل ابري انجيجمنتس، واللي هو بعمل تفاعل للناس اللي اوريدي عندها الابلكيشن، مش الناس اللي لسه هتثبت الابلكيشن. فعشان في ناس كتير قوي بتتلخبط ما بين دي ودي، يعني دي بنشتغلها طبعا عشان في ناس عندها ابلكيشنز اوريدي مشهوره بتاع، لكن الابن ستور دي بتبقى يعني اقل شويه. لكن الاثنين موجودين، وعلى فكره طريقه عمل كل دول تقريبا شبه بعض يعني. فانت لو ايقونت واحده بتفهم الباقيين، او ايقونت مثلا ريتش بتعرف تعمل بتاعه الانجيجمنتس والفولورز، الاب انستول هتعرف تعمل الاب انجيجمنتس، الفيديو فيوز هتعرف تعمل البي رول، وهكذا. وكل ده بيجي بالتدريب والتمرين طبعا، وانك لازم تجرب بايدك، مش مجرد تشوف كورس او تشوف فيديو على يوتيوب او تحضر محاضره لفلان يعني، لا لازم تجرب بايدك. بعد كده بيكون عندي الكونفرجنز، والكونفرجن دي حمله هدفها ايه؟ الكونفرجن دي حمله هدفها ان انا اجيب زيارات للموقع بتاعي. قال له طب ما هو في اصلا حمله اسمها ويب سايت ترافيك اهي. الكونفرجن بقى دي هدفها ايه؟ ان انا بخلي الناس يعني يوصلوا لاجراء معين، مش مجرد زياره للموقع بتاعي. يعني ايه؟ يعني نفس فكره الريتش والانجيجمنتس. انا في الريتش عايز ايه؟ في الريتش عايز التويته بتاعتي تتشاف، انما في الانجيجمنتس عايز الناس تتفاعل معايا. نفس الكلام، انا في الويب سايت عايز زياره للموقع بتاعي، لكن في الكونفرجن عاوز ناس تاخد اجراء في الموقع بتاعي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ببيع منتجات مثلا، فعايز الناس توصل لاجراء معين، تحط المنتج في السله مثلا او تشتريه او ايا كان اللي انا بعمله. فالويب سايت ترافيك غير الكونفرجن. اعلانات الكونفرجن شبه اعلانات الفيسبوك بالظبط على فكره، اللي هو انا بتتبع الناس وبخلي اللي هو اخلي الناس توصل لاجراء معين تاخده في الموقع بتاعي. لكن الويب سايت ترافيك لا، انا هنا مش محتاج الكلام ده كله. انا في الويب سايت ترافيك كل اللي انا محتاجه ان الناس تروح الموقع بتاعي وخلاص. وهي دي باختصار الحملات الاعلانيه اللي احنا بنشتغلها وانواعها. وزي ما قلت لك، لو انت مذاكر فيسبوك مثلا هتلاقي ان الكلام ده كله بالنسبه لك قديم وسهل قوي. فخلينا نراجعهم سريعا كده. اول حاجه عندنا هي ريتش او الوصول، دي حمله هدفها ان التويته بتاعتي تتشاف ليس اكثر. بعد كده عندي الفيديو فيوز، دي حمله هدفها ان الفيديو بتاعي يجيب مشاهدات. بعد كده عندي البي رول، والبي رول حمله هدفها ان الفيديو بتاعي يتحط في اول فتره على فيديو معين. بعد كده عندي الاب انستول، ده لو انا عندي ابلكيشن عايز اروج الناس تثبته فبعمل دي. بعد كده عندي الويب سايت ترافيك لو انا عايز زيارات للموقع بتاعي بس مش اكتر فبختارها. بعد كده عندي الانجيجمنتس لو انا عايز تفاعل، عايز ريتويتس، عايز لايكات، عايز فبعمل انجيجمنتس. بعد كده الفولورز، ودي سهله هدفها ان انا ازود الفولورز بتوعي. بعد كده عندي الافري انجيجمنتس، ودي هدفها ان انا بتارجت بيها الناس اللي اوريدي عندها الابلكيشن بتاعي. بعد كده عندي الكونفرجن، واللي هدفها ان الناس تاخد اجراء معين على الموقع بتاعي. فكل اللي عليك تعمله احنا مثلا هنختار ريتش وتبدا انك تدوس نيكست. طيب لو انا دلوقتي لسه مكريت الاكونت بتاعي جديد، او انا لسه عامل حساب اعلانات، مش هيظهر لي الواجهه اللي فاتت دي. امال هيظهر لي ايه؟ هيظهر لي الواجهه اللي انا شايفها دي، واللي احنا بنسميها كده السيمبل ادز مثلا، اللي هي الاعلانات البسيطه شويه. دي ما بيكونش فيها كل الكلام اللي احنا قلناه ده، بيكون فيه عندك 4 كامبينز بس، وانت بتختار منهم في بدايتك. وطريقه عمل الاعلان هنا بتكون اسهل كتير، لكن بعد كده بتبدا انك تشوف كل الحاجات التانيه تبدا تظهر لك لما تقدم بقى على تويتر وكل الكلام ده. خلينا نشوف الاول ازاي ممكن تحط طريقه الدفع بتاعتك. انت هتيجي هنا عند اسم الاكونت بتاعك وتدوس على اد نيو بيمنت ميثود. بتبدا بقى هنا انك تدخل عنوان الديبت كارد بتاعتك او الكريدت، وبتدخل بقى البيانات العاديه اللي هو اسمك والعنوان بتاعك، المدينه، الايميل، وبتبدا في الاخر انك تدوس سيف. وكده انت بتضيف طريقه الدفع بتاعتك. بعد كده خلينا نشوف ازاي هنكريت الكامبين بتاعتنا. احنا زي ما قلنا في السامبل ادز احنا عندنا 4 انواع من الحملات بس. هم ايه؟ هم الريتش والانجيجمنتس، الفولورز، والويب سايت ترافيك. وفي البدايه انت مش هتكون محتاج اكتر من ال4 دول اصلا، فده شيء كويس. طيب احنا عندنا 4 حملات هدفهم ايه؟ عندنا الريتش، دي هدفها الوصول. الوصول يعني ايه؟ يعني ان انا اخد التويته بتاعتك اوريها لاكبر عدد من الناس. مش مهم عندي ان هم يتفاعلوا، مش مهم ان هم يعملوا ريتويتس، مش مهم ان هم
يروحوا الموقع بتاعي، لا انا التويته دي هدفها الاسمى هو ان التويته بتاعتي توصل ريتش، يعني الوصول، تتشاف كتير، بس ما اقدرش اعمل لك اكتر من كده. لكن لو انا عايز تفاعل، عايز ناس تعمل ريتويتس، عايز الناس تعمل ريبليز، وقتها بقى عندي الكامبين التانية وهي الانجيجمنتس يعني ايه؟ يعني التفاعل. وهتلاقي تحت اصلا في وصف بسيط كده، هو بيقول لك تحت اهو جيت مور لايكس ريتويتس ريبليز اند لينك كليكس، زي ما احنا شايفين كده. هو انا بقول لك ايه، لو عايز انك تزود اللايكات ريتويتس ريبليز، عايز زيارات لللينك بتاعك او ضغطات على اللينك بتاعك، اختار الانجيجمنتس زي ما احنا اتفقنا. اما لو انت عاوز مور بيبل تو سي ماي اد، او ناس اكتر تشوف الاعلان بتاعي، اختار حمله هدفها الريتش. بعد كده عندي الفولورز هدفها ايه؟ هدفها ان انا ازود الفولورز بتاعي زي ما احنا شايفين تحت اهو، جيت مور فولورز. واخر حاجه عندي هي الويب سايت ترافيك، وده من خلاله بتقدر انك تجيب زيارات للموقع بتاعك. لو انت عندك موقع بره بقى بورتفوليو او موقع كورسات او موقع مثلا اونلاين ستور، فبتبدا انك تختار الحملات بتاعتك، وهنشوف كلهم بيتنفذوا ازاي. فخلينا نبدا. اول حاجه انا مثلا هختار الريتش، مثلا انا عايز اعمل حمله هدفها الريتش، وابدا ان انا اقول له نيكست. على طول بياخدني هنا للحته بتاعت الكرييت اد، او ان احنا نعمل الاعلان بتاعنا. طب هنعمل الاعلان بتاعنا ازاي؟ انت بتبدا انك تكتب التويته وعايز تضيف مين، ومين اللي يقدر يعمل ريبلاي عليه. يعني ايه؟ انا مثلا هختار الكونتنت بتاعي، مثلا هكتب مثلا ويلكم تو اوفسايد ميديا ايجنسي مثلا. انا ده طبعا كل اللي انت بتعمله هتلاقيه بيظهر في الجنب هنا كده، فانا بقول له ويلكم تو اوفسايد ميديا ايجنسي مثلا، ده اللي انا كاتبه. ببدا ان انا اختار هنا اختار هنا ايه؟ اختار هنا الناس اللي تقدر تتفاعل معايا. everyone can replay يعني ايه؟ يعني اي حد معدي يقدر يتفاعل على التويت، عامل لي فولو مش عامل لي فولو، اكونت جديد اكونت قديم، عامل فولو لحد عامل لي فولو، ايا كان هو مين على تويتر يقدر انه يتفاعل معايا. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي بيبول يو فولو. يعني ايه؟ يعني لو انا عامل فولو لناس معينه، انا عامل فولو لناس معينه، فانا كده بقول لتويتر انا عايز اللي يتفاعل معايا هم الناس اللي انا عامل لهم فولو بس، الناس اللي انا بتابعهم بس. يعني انا مثلا عامل فولو ل5 اصحابي، فاللي يقدر يشوف الاعلان ده كل الناس، لكن اللي يقدر يتفاعل معاهم هم ال5 اصحابي بس. ده لو نختار بيبول يو فولو. وبعدين ممكن اخر حاجه عندي اللي هو اونلي بيبول يو منشن. يعني ايه؟ يعني انا بروح عامل كده ويلكم تو اوفسايد ميديا ايجنسي، واجي هنا كده واروح عامل بقى، ابدا ان انا امنشن اكونت بتاعي مثلا، مش عارف ممكن نمنشن مين مثلا. انا همنشن مثلا الاكونت بتاعنا احمد الشباب 22 مثلا. فانا مثلا ممنشن الاكونت ده، فانا كده بقول لتويتر اي حد يقدر يشوف التويته دي، طبعا انا هختارهم بس اللي يتفاعل معايا هو الشخص ده بس. ليه؟ عشان انا عامل له منشن. فاذا هم دول الثلاثه اللي عندي، او الثلاث انواع اللي عندي. اما ان هو everyone can replay، اللي هو كل الناس تقدر تعمل ريبلاي، او الاشخاص اللي انا عامل لهم فولو اللي انا متابعهم بس، او الاشخاص اللي انا بمنشنها بس. طيب ممكن اضيف ايه؟ ممكن اضيف ميديا بقى، صوره فيديو ايا كان اللي انا عايز اعمل له ابلود. فهاجي هنا كده واقول له انا مثلا هعمل ارفع اللوجو بتاع اوف سايد مثلا زي ما احنا شايفين كده. طبعا هو تويتر اخره كده، لا ممكن نخليه كده بالظبط. وانا هقول له اعمل لي سيف زي ما احنا شايفين كده. وبعدين ابدا ان انا اختار دي كده واقول له هو ده الاعلان بتاعي. انا شايف ان هو ده الاعلان بتاعي خلاص. فارجع كده وبقى انا كده كريت شكل الاعلان بتاعي. هو ده الاعلان بتاعي، ويلكم تو اوفسايد ميديا ايجنسي، وحاطط اللوجو بتاع اوفسايد. واخترت ان اي حد يقدر ان هو يعمل لي الريبلاي مثلا، او يقدر انه يرد عليا. في الجزء بتاع البريفيو ده بقدر اشوف التويته بتاعتي عامله ازاي. يعني على التايم لاين لو انا فاتح بعمل سكرول، فالتويته دي هتظهر لي بالشكل ده. اما لو في السيرش، لو انا دخلت في مربع البحث علشان ابدا ان انا اسيرش على حاجه معينه وانا بكتب هنا، التويته دي هتظهر لي بالشكل ده. اما لو انا بقلب في بروفايل حد، فهتظهر لي بالشكل ده. هو تقريبا كلهم نفس الشكل يعني، بس هو بيوريك فكره التويته هيبقى شكلها عامل ازاي. فهو ده شكل الاعلان بتاعي، وانا كده عملت كرييت للاعلان بتاعي. ببدا بقى انا اشوف الكاستمايز ديليفري لما هدوس نيكست. هنا بقى ببدأ الجزء الأهم بالنسبة لي، وهو إن أنا أبدأ أشوف زي ما احنا شايفين كده الديموجرافيكس، او مين الناس اصلا انت عايزهم يشوفوا التويته دي. احنا مثلا لما نيجي نبص كده، ادي التويته بتاعتي اهي. مين بقى الناس اللي انت عايزنا؟ تويتر بيسالك دلوقتي مين الناس اللي انت عايزنا نودي لهم التويته دي. فانت بتروح هنا تختار اول حاجه الديموجرافيك. هل انت عايزهم اني اللي هم رجاله وستات، ولا ستات بس، ولا رجاله بس؟ ولاحظ انك كل ما بتعمل تغيير الارقام دي بتتغير معاك، الريتش بوتنشال ده بيتغير معاك. فممكن تختار ستات بس، ممكن تختار رجاله بس، طبعا ده هيكون رقم اقل كده كده. بقى انا هختار اني هختار سواء كان رجاله او ستات، المهم ينطبق عليه باقي المواصفات الجايه. بعد كده بتيجي عند الايدج.
انت عاوز ايدج ايه كله ولا ايدج رينج؟ ايدج رينج يعني ايه؟ يعني من سن كذا لسن كذا. فانت ممكن تسيبه اول، وممكن نقول له لا انا عايز ايدج رينج مثلا من 18 اوكي لحد 49 مثلا، وابدا اقول له هم دول الناس اللي انا محتاجهم. الايدج رينج بالنسبه لي بختار زي فئه معينه من الناس من سن كذا لسن كذا، اقول له ودي لي الاعلان ده خلي الناس دي تشوفه. فبختار الايدج رينج. لو انا مش فارق معايا فبختار اول، لكن هو الصح لازم يبقى فيه رينج للحمله بتاعتك. يعني انا مثلا لو انا بعمل اعلان مثلا لكورسات مثلا، او بلاش كورسات، نقول مثلا ماشي كورسات للجامعه مثلا، الجامعه اللي هم طلبه مثلا كليه تجاره مثلا على سبيل المثال، فانا كده هكون محتاج الناس اللي عندها 18 سنه لحد الناس اللي عندها 24 سنه بس. يعني دول اقصى حاجه ممكن يبقى في تجاره، لان انت بتخش الكليه عندك 18 فتقريبا هتخلص 22، فاحنا مدين نفسنا رينج من 18 ل 24. دول الناس اللي انا محتاجهم، لان انا هعمل اعلان لمركز كورسات تابع لكليه التجاره، فلازم احط رينج، لان انا لو سبتها اقول فانا كده بتارجت ناس اصلا وبهدر فلوس في وقت انا مش محتاجه، لان انا مش هحتاج شخص عنده 13 سنه مثلا في اولى اعدادي يشوف الاعلان بتاعي، لان ده مش الاودينس بتاعي. مش هحتاج مثلا دكتور في كليه هندسه يشوف الاعلان بتاعي، ده مش الاودينس بتاعي. انا الاودينس بتاعي الطالب اللي في كليه تجاره، يعني عنده من 18 ل 22 ل 23 ل 24 سنه، فهم دول الناس اللي عايزهم يشوفوا الاعلان بتاعي، فابدا ان انا اختار الرينج بتاعي. نفس الكلام برضو انا مثلا ببيع منتجات خاصه بالاطفال، اوكي انا على الورق كده الاودينس بتاعي هو الطفل البيبي مثلا اللي عنده سنه او سنتين، لكن فعليا الاودينس بتاعي مين؟ هو باباه ومامته، يعني الناس اللي لسه متجوزه جديد مثلا سنهم صغير، ده ممكن يكون عندهم مثلا من 22 لحد مثلا 28 او لحد 30 وهكذا. فتبدا انك تشوف الرينج بتاعك وبتاع الحاجه اللي انت بتبيعها او بتاع البراند بتاعك او الخدمه اللي انت بتقدمها، انت بتارجت مين، وما تسيبهاش اول، عشان لو سبتها اقول فهو كده هيهدر ويودي الاعلان بتاعك. لو احنا اخترنا اقول كده هتلاقي طبعا الناس عددها زاد، لان انت مش محدد له فئه معينه. لكن لما بقول له انا عايز الرينج بتاعي من 13 زي ما احنا قلنا مثلا، او من 18 لحد 49 مثلا، يبدا ان هو يحدد لك ناس معينه، تلاقي ان دلوقتي على طول البوتنشال قل، لان هو حدد لك الفئه دي. او انك بتختار قول، ده برضو يرجع لك في الاخر. بعد كده بننزل على الجزء بتاع اللوكيشن، وبنختار اللوكيشن. وانا بفضل انك دايما تختار بلد واحده بس، ما تختارش اكتر من بلد. فانا مثلا هقول ايجيبت مثلا، وبتبدا انك تختار ايجيبت كده، وهي دي البلد اللي احنا عاوزين نختارها. فتلاقيه هو حط لك هنا على طول من 5 مليون ل 6 مليون. طبعا احنا لازم نعمل ايدج رينج طبعا من 18 زي ما قلنا لحد مثلا 34، فطبعا بيبدا يقل. طب لو انا مثلا عايز قلت دروس زي ما احنا عارفين فبخليها لحد 24، بس خلينا لحد 34 مثلا من مصر. فهو كده بيقول لي البوتنشال بتاعك دلوقتي على تويتر هم ناس عندهم او عدد الناس دي تقريبا، او الريتش من 4 مليون ل 4.5 مليون. طيب ببدا ان انا انزل تحت كده واروح عند التارجتنج دي، وابدا اشوف انا هختار ايه، انا بتكلم في ايه. انا مثلا عايز اعمل اعلان ل نقول مثلا اي حاجه، يعني اي حاجه تخص الكوره مثلا في مصر، بما ان دي اكتر فئه من الناس موجوده على تويتر هم الناس اللي بيتكلموا في الكوره في وقت الماتشات. فانا مثلا عندي جهاز زي مثلا بتاع بي ان سبورت مثلا بيعرض ماتشات الدوري المصري مثلا، ده مجرد تخيل يعني. فهاجي اقول له مثلا انا محتاج الناس اللي مهتمه بالفوتبول مثلا، اقول له هات لي الناس اللي مهتمه بالفوتبول مثلا، اقول له اه هات لي الناس دي، وانا عايز الناس اللي مهتمه بالسبورتس مثلا، دول الناس اللي انا محتاجهم. فهم دول الكلمتين. وعلى فكره اهم حاجه في تويتر هي الكيوردز، الكيوردز هي اهم حاجه في تويتر. طبعا هتلاقي ان العدد قل بالنسبه لك على طول اهو، البوتنشال بدا انه يقل. ليه؟ لان انت حددت انت عايز هم مهتمين بايه، او الكلمات المفتاحيه بتاعتهم ايه. فهو انا قلت له عايز الفوتبول والسبورتس. بعد كده عندي جزء اسمه الفولورز لوك لايك، او الفولورز لوك لايك ده يعني ايه؟ يعني انت بتديله اكونتات على تويتر تقول له انا عاوز ناس زي الناس اللي عاملين فولو للشخص ده، او زي الناس اللي بيتفاعلوا مع الشخص ده. طب انا مثلا بما اني بتكلم عن الكوره في مصر مثلا، فممكن اجي اقول هنا واكتب مثلا الاهلي مثلا، اقول له انا عاوز ناس زي النادي الاهلي ده، هقول له هات لي ناس زي اللي بتتفاعل مع البيج بتاعت النادي الاهلي. فطبعا تلاقي البوتنشال عالي جدا عشان ده النادي الاهلي مثلا. فبما اننا بنتكلم على الكوره في مصر ممكن نحط معاه كمان الزمالك مثلا. فانا كده عندي مش عارف انهي اكونت والله، قناه الزمالك، قناه الزمالك ما اعرفش هو انهي واحد خالص. طب خليه كده انجلش مثلا، فالزمالك ماشي.
فانا كده عامل اعلان يخص حاجه تخص الكوره في مصر، فاخترت الكيوردز بتاعتي فوتبول وسبورتس، وعاوز الناس اللي شبه اللي بيتفاعلوا على صفحات النادي الاهلي والزمالك، فيبدا ان هو كده يعمل لي التارجت زي ما احنا شايفين كده اهو، فوتبول وسبورتس والاهلي والزمالك 3 مليون و3 و4. ونلاحظ طبعا ان العدد ما زادش حتى بعد ما زودنا الزمالك، لان هو لا يقارن بالاهلي. تمام. ويفضل ان انا ما ابداش ازود عن 2 منشن او 2 كيوردز او اقصى حاجه 3. ليه؟ علشان ما ابداش اشتت تويتر واوديه في حتت مختلفه، انا بوديه في ناس شبه بعض ب3 اهتمامات او 3 كيوردز و3 لوك لايك على الارجح يعني. طبعا انت لما بتحط اول واحده هو تلقائي بيعمل لك ريكومنديشنز. ازاي يعني؟ مثلا كيوردز هنا لو دوست على الريكومنديشنز دي فلاقي ان هو بدا يسجست حاجات ليها علاقه بالفوتبول والسبورتس، فتلاقيه عمل مثلا سبورت بس، جيم، دانس، سوكر مثلا او سكور، يوجا، اكتف، وهكذا. بتبدا انك تختار منه لو انت عايز تزود، بس انا بقول لك ما تزودش عن 3. ونفس الكلام برضو في الريكومنديشن بتاعت اللوك لايك بتاعت الفولورز، لو تيجي تدوس كده هتلاقيه مرشح لك مين؟ الاهلي انجلش، الاهلي تي في، قناه الاهلي، في الجول ابراهيم فايق، كاف صفحه الاتحاد الافريقي، وهكذا. فانا لا، انا هقول له انا تمام انا محتاج دول بس، وابدا انزل تحت. بيجي يقول لك هنا اختار الاوبريتنج سيستم. يعني ايه؟ يعني انت عايز تارجت الناس اللي بتستخدم اي او اس ايفون بس، ولا الناس اللي بتستخدم، وبتبدا طبعا ممكن تختار نوع الجهاز بتاعهم يعني، او الكلام ده كله، او الاصدار بتاع الجهاز بتاعهم، ولا عايزهم اندرويد مثلا زي ما احنا شايفين كده. برضه بتبدا انك تشوف الاندرويد بتاعهم 12 فيما فوق ولا 11 فيما فوق، والحاجات دي كلها، ولا اندرويد لولي بوب او مارشميلو يعني. تشوف الكلام ده كله. وفي الاذر موبايلز مثلا اللي هو بقى الواوي مثلا، علشان او مثلا نوكيا اللي هو بيستخدم نظام ويندوز فون، وهكذا. والديسكتوب اللي هو زي ما احنا شغالين دلوقتي كده. فانا ما بفضلش ان اختار حاجه منهم خالص، انا بخليه هو يعالج الحته دي بمعرفته يعني، وبقول له هات لي اللي بيستخدم اي او اس واللي بيستخدم اندرويد واللي بيستخدم اذر موبايل وديسكتوب. بعد كده بنزل على الجزء بتاع الانترست، وبيبدا ان هو يسالني اللي انت عايزهم دول مهتمين بايه. انا قلت لهم طبعا مهتمين حطيت كيوردز فوتبول و زي ما احنا عارفين حطينا فوتبول وسبورتس. فاجي اقول له انا محتاج برضو الناس اللي مهتمه بكده. يعني ايه؟ يعني هاجي اقول له مثلا سبورتس مثلا، فهو بيبدا هنا ان هو يرشح لي بقى اكشن سبورتس مثلا، اوتو ريسنج، السباقات، البيسبول. لا، انا عايز الناس اللي مهتمه بالكوره، بما اني بتكلم عن الاهلي والزمالك مثلا. فهبدا ان انا انزل تحت كده لحد مثلا هي سوكر دي معناها الكوره المفروض يعني. فهقول له انا محتاج الناس دي، محتاج الناس اللي بيتكلموا او مهتمين بالكوره. بعد كده اخش على اللانجوج، وابدا ان انا اشوف انا محتاج لانجوج ايه. واللانجوج دي المقصود بيها الشخص ده بيتفاعل او بينزل التويتات بتاعته بانهي لغه. طبعا احنا في مصر يا اما بننزل عربي او برضو انجلش. برضو لو نيجي نبص كده هنلاقي ان احنا محتاجين انجلش، فهم دول اللغتين اللي احنا نشتغل بيهم. فتيجي تبص كده هتلاقي ان ايه البوتنشال بتاعك من 3.5 مليون لتقريبا 4 مليون، وهكذا. وبعدين بتبدا انك تيجي تحط البادجت بتاعك. والبادجت هنا بيختلف شويه عن الفيسبوك. احنا عندنا ديلي بادجت زي ما احنا شايفين كده. فانا هقول له مثلا حط لي $100 في اليوم، وابدا ان انا احط الكامبين بتاعتي عايزه تستمر من امتى لامتى. فانا مثلا طبعا 100 ده رقم كبير في اليوم، فاحنا ممكن نقول مثلا $10 في اليوم. واعمل لي الكامبين بتاعتي النهارده 19/2، فمن يوم 20 مثلا، واقول له لمدة اسبوع يعني يوم 26. فانا كده عملتها لمدة اسبوع وعملت كامبين $70. فخلينا نبص عليها زي ما احنا شايفين كده تاني. انا عملت كامبين، الجندر بتاعي كان الرجاله والستات. وممكن انت مثلا من كام على الكوره، انا طبعا ما كنتش حاطط حاجه في دماغي، بس احنا اتكلمنا على الكوره فنقول مثلا من اكتر من الستات كمان. وبرضه هتلاقي النسبه عندك كويسه جدا، من 2.5 مليون ل 2.7 مليون. والايدج رينج بتاعهم من 18 ل 34. اللوكيشن بتاعنا زي ما احنا عارفين من مصر طبعا، بما اني بتكلم عن حاجه تخص مثلا الدوري المصري مثلا. بعد كده بخش على التارجتنج، بختار الكلمات المفتاحيه بتاعتي، وتويتر اصلا قايم على اساس الكلمات المفتاحيه دي. فببدا ان انا احط الكلمات اللي ليها علاقه بيا وما ازودش عن 3 يفضل. فانا حطيت فوتبول وسبورتس. وبعدين الفولورز لوك لايك. يعني ايه؟ يعني هو بيسالك انت عايزنا نجيب لك الاودينس او الفولورز اللي انت عايزهم شبه الفولورز بتوع مين. فانا اخترت مثلا بما اني بتكلم عن الكوره في مصر، اخترت الاكونت بتاع النادي الاهلي، واخترت اكونت الزمالك.
وبعد كده بيبدا انه يسالني الاوبريتنج سيستم عاوز الناس اللي موجوده على ايه، او اللي بتستخدم ايه، اي او اس ولا اندرويد ولا لابتوب زي ما انا شغال دلوقتي ولا ايه. فانا ما برشحش حاجه فيهم، لا انا بقول له بسيبه كده واقول له هات لي الشخص اللي بينطبق عليه كل الشروط دي ايا كان الجهاز اللي بيستخدمه. يعني انا عايز شخص سنه من 18 ل 34، يكون طبعا راجل عايش في مصر، بيستخدم الكلمات المفتاحيه بتاعت فوتبول وسبورتس كتير، عامل فولو لصفحه النادي الاهلي او نادي الزمالك، مهتم بالكوره، بينزل تويتر بالعربي او الانجليزي، ايا كان بقى بيستخدم اي او اس، اندرويد، موبايل تاني نوكيا مثلا، او بيستخدم ديسكتوب سواء موبايل او لابتوب، او قصدي كمبيوتر او لابتوب، فهات لي الشخص ده. فانا مش هبدا ان انا احط اوبريتنج سيستم. الانترست زي ما احنا عارفين بتبدا تحط هو الاهتمام بتاعه ايه، وبرضه ما تزودش فيه. فانا اخترت مثلا السبورتس زي ما احنا شايفين. وبعد كده اللانجوج، واللانجوج هنا المقصود بيها مش اللغه اللي بيتكلمها، لا اللغه اللي هو بيبدا انه ينزل التويتات بتاعته بيها. فانا اخترت مثلا العربي والانجليش زي ما احنا شايفين كده. واخترت مثلا الديلي بادجت بتاعتي $10 في اليوم، وحطيت الرينج اسبوع من 20 ل 26. اخر جزء عندي بيكون البيمنت. فطبعا احنا عرفنا بنضيفه ازاي. باجي هنا كده وابدا ان انا اقول له حط لي اسمك، وحط رقم الكارت بتاعك او رقم الفيزا، والتواريخ بقى، والسي في في، وابدا ان انا املى بياناتي واقول له سيف اد، ويبقى كده الكامبين بتاعتي جاهزه. فابدا ان انا اعمل لونش كامبين. وبكده نكون احنا قدرنا ان احنا نعمل كامبين هدفها ريتش. ونفس الكلام ده كله ينطبق على الانجيجمنتس والفولورز والويب سايت ترافيك، هو نفس الكلام ده كله، يعني مفيش اي اختلاف. لو عرفت تعمل دي فبتعرف تعمل بقيه الاربعه. وكمان لما بتتعمق شويه بيبدا انه يضيف عندك شويه حاجات اكتر، وفي الجزء بتاع الكرييت اد بيبدا انه يضيف حاجات اكتر وانت بتعمل الاعلان بتاعك. منها مثلا لما تيجي تختار الاودينس، او لما تيجي تعمل اودينس يقول لك مثلا اختار لي كاستم اودينس، او اختار لوك لايك اودينس. وطبعا الجزء ده هو نفس الجزء بتاع فيسبوك بالظبط او ميتا بالظبط، بتاع الكاستم اودينس والكلام ده كله، احنا كنا شرحناه في الجزء بتاع كورس الفيسبوك. فانا برضو هكون سايب الشرح بتاع الكاستم اودينس، لان هو نفس الشرح هينطبق على تويتر، باختلاف التطبيق بس. هنا بنعمله بطريقه، هنا بنعمله بطريقه. فانا هسيب لكم فيديوهات من كورس الفيسبوك برضو في الكورس بتاعنا هنا في تويتر. ولو عايز تشترك في كورس الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعه برضو تحت، وفي خصم كبير ليه طبعا بتوع تويتر او للناس اللي موجوده معانا هنا في الكورس بتاع تويتر. وبرضو لان الفيديوهات دي هتفيد جدا، لان هي التطبيق بتاعها على الفيسبوك لكن هي يعني كاستم اودينس في فيسبوك هو الكاستم اودينس زي ما احنا عارفين في تويتر. فهسيب لكم برضو الفيديوهات دي علشان تقدروا انكم تشوفوها، وتساعدكم في انكم تحسنوا من الاعلانات بتاعتكم فيما بعد ان شاء الله.